بقول لك ايه يا عم الشبح؟ قوم رفيق. في واحده ساكنه هنا اسمها بسمه. قصدك البت بسمه بنت ام بسمه؟ هي. فهمت. هو انت عاوز تقضي يا باشا؟ طب بص يا فخر، من اجل ان انت ضيف في بلدنا انت والباشا وتضيف في بلدنا سلطان، انا هعمل معاك فوق الصح. لو عاوز تقضي فكك من ام بسمه دي خالص، ومعايا ليك اصطف حاجه كده، انما ايه مقولهاش. لا تخلص يالا وتقول البيت فين. خلاص يا عم الشوح، ما تزقش واهدى على نفسك كده. ترى الحاره قدام على البيت اللي على الشمال هتلاقيه في وشك. هو ده البيت. يلا. لا انا هستنى هنا، اصل انا ماليش في الحوار ده. هعمل كام مكالمه كده واستناك. طب مش هتاخر عليك. السلام عليكم. نعم. انا رحيم اخو هشام. بسمه موجوده؟ اتفقوا عليه وعلى الاشكال اللي من طينته. انتوا متبقينا ولا ايه؟ مفيش وراكوا غيرنا، ده هي تاخدكوا. ما جاش من وراكوا الا الوكسه الهي تتوكسوا. اتكل على الله لا خرم لك وشك. طب قلبك ابيض. هما كلمتين وهمشي على طول. ماشي. ادخل اطرش البقين، الماء مقطوعه، مفيش حاجه تشرب. بنت يا بسمه واحد عايز. انا كنت معديه من هنا بالصدفه، ولما عرفت انك بتدي الكورس ده قلت طب والله فكره احضره. اصلي بحب قوي حكاوي التنميه البشريه دي. اللايف كوتشنج صح؟ تشرفي، بس ابقي احجزي الاول مع لمي عشان لو جيتي تلاقي مكان. وهو انا محتاجه حجز برضو يا داليا؟ ده انا قلت العشره اللي ما بينا هتخليكي تقولي لي اجي اي وقت من غير حجز، عشان لو جيتي وما لقيتيش مكان ما تزعليش بس. تمام. انتي عرفتي ان رحيم خرج؟ اتقابلتوا؟ انتي مش جايه صدفه بقى. ما انا حتى لو حلفتلك مش هتصدقيني. لا يا حبيبتي ما تقوليش كده. أنا أكدت على كل القنوات يا دكتورة، كلهم جايين، اطمني. اوكي. شكلك كده مشغولة قوي. طيب يا حبيبتي أجيلك وقت تاني، بس تبقي خليني أشوفك يا داليا لحسن انتي وحشاني قوي، ده لو وقتك يسمح طبعا. أنتي كويسة؟ أؤمر. انت بسمه؟ طب اقعدي. امتى اخر مره شفتي فيها هشام؟ وده اسمه ايه ده ان شاء الله؟ ما كنتش يعني اعرف ان اخو هشام شغال في المباحث. مباحث؟ يا لهوي! ياما لما ترموا ودنك بينضفيها. انا بتريق. نقي كلامك يا بت، دي التاتي متلبشه. اكتمي بقى. اخر مره شفتي فيها جوزك امتى؟ من كتير يا عينيا. ولو عايز تفتش البيت يا حبيبي فتش زي اللي قبلك. هو في حد جه قبلي وسأل عليه؟ الهي تتهري مصارينهم. من يجي اسبوع. مين؟ شوف انت بقى لما حد يجي بيتك عايز يضربك هيبقى عندك وقت تتساير معاه وتساله اسمك ايه؟
هو انت بتشتغلي ايه بالظبط؟ موديلز في التلفزيون. يعني اخوك متجوز البت اديله سنه وزياده، ما شفناكش يعني، ولما يغطس تقب زي القضا المستعجل وتيجي تسال عليه. هو الشبح كان مخفي فين؟ كنت في السجن. رد سجون يعني من الاخر كده ما تعرفوش عنه حاجه. ولا عايز اعرف. اخوك ده يا حبيبي ما بيعملش حاجه في حياته غير يلبسني المصايب ويخلع هو. حتى اخيرا مصيبه الواد ابنه ما هنش عليه حتى يعمل له شهاده ميلاد. ابنه؟ ماشي ماشي ماشي، سلام. يعني انت ما كنتش تعرف ان اخوك مخلف؟ رحيم لما رحت طعمت الواد حتى. رحيم قول على رحيم يا رحمن يا رحيم. والنبي ربنا يخليك. بس هما مش جايين عشان كنتوا، جايين عشان انا. خليكوا زي ما انتوا، مش هيحصل لكم اي حاجه. يا ابني ملوش ذنب، وحياة هشام اخوك والنبي ربنا يخليك، يا ابني ملوش ذنب. هو احنا لحقنا نقعد مع بعض علشان كل شويه تبص في ساعتك كده؟ لا ابدا يا حبيبتي، اصل الولاد عند مامتك وانا خايف يعني يقرفوها وكده. واحنا خارجين علشان نتكلم عن الولاد ومشاكلهم، احنا خارجين نقعد مع بعض، ولا انت بقى عايز تحسسني بالذنب علشان تسيبني؟ هو انا بسيبك عشان مراتي التانية؟ انا بسيبك عشان شغلي. ما تردش حبيبتي، ما ينفعش. ايوه خليك مكانك ما تتحركش، انا جاي لك حالا. هو ايه اللي جاي حالا؟ خدي بقى تاكسي وروحي المنطقه كمان. معلش في مشكله في الشغل يا حبيبتي لازم احلها. بحبك.